بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد لطريق الإسماعيلية. أنا جاي من اتجاه الإسماعيلية في اتجاه القاهرة. البوابات بتكون بعد طريق الصالحية على طول لو أنت جاي من الإسماعيلية، وبعدها على طول بيكون في العاشر. يعني أنا كده اتجاهي على مدينة العاشر من رمضان. الطريق زي ما انتم شايفين كده حوالي 5 حارات يمين، 5 حارات شمال. في النص أعمدة الإضاءة كلها هاي ماست، الأعمدة الكبيرة دي الطويلة طبعا منورة زي ما انتم شايفين الطريق عامل ازاي. في على اليمين طريق بطيء 3 حارات مخصص للنقل، فهتلاقي الطريق زي ما انتم شايفين مفيش الا ملاكي بس هو اللي ماشي عليه والميكروباصات. لكن كل النقل من الربع نقل للنقل التقيل كله بيمشي على اليمين. هو مش باين معانا شويه بس جنب الرصيف ده يعني. الطريق معمول له طريق الخدمه برضو، يعني هو اتخدم عليه كويس ومعمول مداخل كتير زي اللي احنا شايفينها على يميننا دي. قبل كل تفريعه يعني ده، يعني هنا مثلا الطريق اللي جاي ده طريق التل الكبير، هتلاقي برضو في دخله للطريق البطيء او طريق الخدمه يعني. قربنا كده على مدينه العاشر زي ما انتم شايفين. طريق الخدمه عليه النقل ماشي اهوت، الطريق الرئيسي ماشي فيه الميكروباص والملاكي. طبعا هيقابلنا على الطريق هنا اول حاجه هتقابلنا منطقه العاشر. بنعدي على كوبريين. العاشر معروف ان فيه الكوبري الاولاني والكوبري الثاني، وبعد كده بنلاقي الدائري الاقليمي والاوسطي، وبعد كده بنوصل للدائري عند منطقه السلام تحديدا بعد العبور. الطريق الحقيقه اتطور كتير جدا جدا. زمان كان مشوارك للاسماعيليه ممكن ياخد ساعتين، دلوقتي المشوار من القاهره ياخد ساعه تقريبا. السرعه عليه 120 سرعه ثابته، يعني دي السرعه القانونيه 120. والطريق الحقيقه يعني احسن من زمان بكتير قوي. يعني انا فاكر لا الطريق كان صعب، يعني حتى جوده الطريق وحاجات كتير، الوقت الكلام ده كان صعب قوي، والسرعه ما كانتش 120 طبعا. فلا وفر كتير جدا جدا جدا. هنشوف مع بعض قدام كده لما نوصل مدينه العاشر ونوريكم التقاطع مع الدائري والاوسطي. احنا لسه برضو ما وصلناش للعاشر، لكن هنا انت هتلاقي على الطريق دايما فيه دورانات. طبعا الطريق حر زي اللي عدى ده بالظبط كده، كلها كباري يوترنات. لو بتعمل يوتيرن هتلف وترجع، مفيش حاجه اسمها تقاطع يعني، لا انت بتطلع وتلف من فوق الكوبري. بالنسبه للكارتة طريق الاسماعيليه يعني هو الكارت عليه فيها فئتين. يعني لو انت جاي من القاهره ورايح العاشر من رمضان او اي جزء بتدفع 5 جنيه، لكن لو انت مكمل على الاسماعيليه هتدفع 10. فهي يعني طبعا في نظام اشتراكات انا ما اعرفش حاجه عنه بصراحه، ده للناس طبعا اللي ساكنه في العاشر وبتروح وتيجي كل يوم في اتجاه القاهره يعني، او في اتجاه السلام او الدائري. الكارتة بتكون احسن لهم. طبعا الميكروباصات والناس دي برضه هتلاقيهم اكيد بيشتغلوا على الاشتراكات، لكن انا ما اعرفش نظام الاشتراكات ايه بصراحه. لكن الكارتة عموما لو انت جاي من القاهره من الدائري او من السلام او من العبور او من مصر الجديده ورايح العاشر من رمضان او اي حاجه بعد الكارتة هتدفع 5 جنيه. لو مكمل اسماعيليه او بورسعيد هتدفع 10 جنيه. طبعا لو رايح على بورسعيد هتطلع محور 30 يونيو هتدفع 10 جنيه تاني. ده بالنسبه للكارت العاشر. لو على الشمال اهوت هتلاقوا في دي المصانع خلاص بدات اهيت معانا، المنطقه الصناعيه الثالثه او الرابعه، مصنع السويدي كابلات خلاص هو العاشر اهوت. طبعا في طريق من هنا في العاشر بيوديك على بدر اسمه طريق الروبيكي، وفي بعده بشويه برضو بعد ما بنخلص العاشر بنلاقي الدائري الاقليمي برضو بيوديك على بدر او يعديك على طريق السويس يعني، وبيودي طبعا على العاصمه الاداريه
قدامنا شويه على ما نوصل عند المنطقه السكنيه للعاشر. كل دي على اليمين والشمال مصانع العاشر من رمضان. قدام شويه هنلاقي بقى اول كوبري. ناخد بالنا ان انا جاي من اتجاه الاسماعيليه، فده يعتبر الكوبري الاخير من ناحيه القاهره لو انت جاي من القاهره. اول كوبري بقى من تحته بتدخل لمدينه العاشر. طبعا العاشر من رمضان فيها مجموعه مصانع عاليه قوي كبيره، يعني السويدي، وفي عندنا كونكريت تقريبا، وفي مصر الحجاز بتاعت بلاستيك. ايا كان الكوبري اللي جاي كده هيدخلنا على العاشر كمدينه سكنيه، واللي بعده برضه بيدخلنا على المنطقه السكنيه. لكن في كوبري في الاول خالص برضه من اتجاه القاهره بيودينا على طريق بلبيس، ويسموه طريق بلبيس العاشر، لكن هو بيوصل على طريق الاسماعيليه هنا. كده هطلع الكوبري الاولاني من ناحيه الاسماعيليه. ده المدخل يعتبر رئيسي لمدينه العاشر من رمضان. الطريق يا جماعه معمول كويس قوي ومحترم، وحتى لو في زحمه بتلاقي الطريق واخد مستوعب العربيات كويس وعارف تمشي كويس. مصنع النساجون الشرقيون هو ده. معلش يا جماعه بقى، مش عارف الاعمده مش منوره في الجزء ده، لكن اللي جاي ده الدائري الاقليمي. انا باكد تاني ان انا جاي من اتجاه العاشر من رمضان، عدناها خلاص مفيش من 3 دقايق. ده الدائري الاقليمي، وزي ما انتم شايفين اللي فوق اللي قبل الدائري الاقليمي ده هم هتلاقوا 2 ورا بعض كده. ده خط المونوريل العاصمه الاداريه، هو ده كده الدائري الاقليمي. الدائري الاقليمي يمين كده بتروح على بلبيس، شمال بتروح على العاصمه الاداريه، وجنبه على طول هيكون خط المونوريل اللي جاي من العاصمه الاداريه ومعدي بقى داخل، معدي على العاشر والشروق والعبور. يعني هو جاي من السلام اساسا، او ده بيسموه القطر السريع، يعني LRT. ده مش المونوريل حاجه تانية. المونوريل بيدخل من العاصمه الاداريه وبيطلع على مدينه نصر، لكن ده اسمه القطار السريع. بعد كده بشويه بنلاقي في محطه تحصيل الرسوم اهيت اللي احنا قلنا عليها، وبعدها بشويه هنلاقي الدائري الاوسطي. يعني انا بيتهيألي كده وصل لكم الطريق شكله عامل ازاي. اتمنى يكون الفيديو كويس وموضح لكم الطريق، والمعلومات اللي قلتها تكون صحيحه ان شاء الله. دايما في انتظار دعمكم، اللايك والشير بيفرق معانا وبيشجعنا ان احنا نعمل فيديوهات. اشوفكم على خير.